كل واحد فينا بقى شايل في جيبه عالم كامل، حتة إزازة صغيرة منورة بنبص فيها بالساعات، ويمكن بنبص لها أكتر ما بنبص في وشوش أقرب الناس لينا. الشاشة دي اللي ما بتفرقش إيدنا بقت هي الشباك اللي بنشوف منه الدنيا، بس للأسف ساعات بتبقى هي السور اللي بيعزلنا عنها. نازلين تقليب في الصفحات بنوزع لايك وقلوب ألوان، بنعرف أخبار ناس بقالنا سنين ما شفناهمش وبنحس إننا معاهم، بس الحقيقة إن الشاشات دي رغم إنها بتقرب المسافات ساعات بتبني سد عالي بين القلوب. بقينا قريبين قوي في الصورة وبعاد جدا في الحقيقة. كم مرة قعدنا مع صحابنا أو أهلنا على ترابيزة واحدة وكل واحد فينا باصص في موبايله، قاعدين مع بعض بس كل واحد في وادي، بنهرب من الزهق أو من كلام كان لازم يتقال لدنيا تانية مرسومة بالمسطرة. بقينا بنهتم إن الصورة تطلع حلوة أكتر ما بنهتم إن اللحظة نفسها تكون حلوة. بقت اللايك أسهل من كلمة شكرا، والإيموجي اللي بيضحك بقى بديل لضحكتنا اللي طالعة من القلب. إحنا مش ضد التكنولوجيا، بس بننسى إن الموبايل مجرد وسيلة مش هو الحياة. بننسى إن النور اللي بجد مش طالع من الشاشة، ده طالع من لمة الناس اللي بتحبنا. المرة الجاية وانت ماسك موبايلك جرب تبعد عنه شوية وتبص للي قدامك، بص في عينيهم بجد مش في صورهم، يمكن تلاقي حد مستني منك كلمة أو ضحكة أو حتى لمسة إيد. سيب الموبايل شوية وافتح عينك على الدنيا اللي بجد، علشان اللحظة اللي بتعدي ما ينفعش ترجع تاني.